وفي عقائد وفي فلسفات بتتكلم عن الله الممنوع من الحس واللمس والتقارب. من الحس واللمس والتقارب عقائد بتقول كده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ازاي العقائد دي تقول ان الله ما ينفعش تلمسه؟ ايه ده؟ لا ده ما تلمسه طبعا. اغلب الافكار ربنا ده العالي المتعالي. طبعا ربنا العالي المتعالي. طب انتوا لا عادي، احنا عندنا ربنا اتضرب على قفاه، يعني ده النص الكتابي طبعا بيقول كده. ربنا ده الغير منظور فقط. طب ما انت عندك الاب غير منظور، في واحد عندك الاب الله لم يراه احد قط، الابن الوحيد ده الذي هو في حضن الاب هو خبر، يعني هو في حضنه ده شفناه، شفته لما تجسد، لكن في واحد تاني ما بتشوفوش. لا كده بسم الله ما شاء الالهه بقى. في الهه يا جماعه، وفي الروح القدس حمامه. استنى بقى، احنا في المسيحيه غير كده. احنا في المسيحيه بنشوفه وبناكله وبنبلعه. ايوه احنا في المسيحيه، هو في زي المسيحيه؟ يا سلام. احنا عندنا اصغر عيل بيلمس المسيح اديله، واجهل واحد فينا بيبوس المسيح وياخده في احشائه. ده اللي احنا كلناه بناكله وبنشربه، اصغر عيل بياكله في بقه. تخيلوا الطفل بيبقى عنده، لو ولد عنده 40 يوم يتعمد ولازم ياكل الله، بيشربوه الخمره دي بقى، عنده 40 يوم بيشربوه الخمره، معلقه مستير كده ولا حته صغيره. فشفت الاديان عقائد غريبه جدا تقول لك ايه؟ قال احنا ما بنلمس الله، لا احنا عندنا ده احنا بناكله يا جماعه.